السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم آخر أخبار المنتخب المغربي. كشفت تقارير صحفية موثوقة عن وجود 3 لاعبين من المنتخب الوطني الأول داخل دائرة اهتمام بعض الأندية السعودية، ومن بين هذه الأسماء نجد نايف أجرد مدافع ويست هام يونايتد الإنجليزي، على الرغم من أن رغبته الشخصية تميل إلى مواصلة مشواره في الملاعب الأوروبية خلال الموسم القادم. كما يحظى يوسف نصيري مهاجم إشبيلية الإسباني باهتمام كبير من قبل الأندية السعودية، ويعد النصيري أحد أفضل المهاجمين العرب في الوقت الحالي، ويقدم مستويات مميزة مع ناديه إشبيلية. بالإضافة إلى كرد ونصيري يوجد سفيان أمرابط متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي المعار حاليا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن قائمة اللاعبين المغاربة الذين ترغب الأندية السعودية في ضمهم. وفي خبر آخر، تعرض الدولي المغربي عز الدين نحي إلى انتقادات قوية بسبب تراجع أدائه مؤخرا، وخرج صحفي فرنسي ليهاجم الدولي المغربي عز الدين نحي على أدائه الكارثي قائلا: لقد رأينا أن هناك لاعبين في هذا الفريق ليسوا بدلاء جيدين. لديك لاعب مثل أناحي الآن لم يعد ذلك ممكنا، وما يفعله لم يعد مقبولا. لا يمكن أن تعذره بعد الآن. لقد اعتذرنا عنه لفترة طويلة لأنه كان يعاني من مشاكل بسبب هذا أو ذاك، لكن الرجل وصل في يناير العام الماضي ولديه كرة مجنونة لأنه خاض كأس العالم جنونية مع المغرب، والآن تراجع مستواه بشكل مهول. ومن جهة أخرى، كان لتألق الدولي المغربي والمحترف بنادي العين الإماراتي سفيان رحيمي صدى كبيرا، حيث نقلت خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الصحف خبر اهتمام نوادي خليجية وأوروبية بضم اللاعب الصيف المقبل. ويحظى نجم العين الإماراتي سفيان رحيمي باهتمام عدد من الأندية، وعلى رأسهم إشبيلية الإسباني واتحاد جدة السعودي، الذين أبديا اهتماما واضحا بالتعاقد معه، خاصة أن اللاعب قدم مردودا تقنيا كبيرا وقاد ناديه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام عملاق السعودية النصر.